من خلال التليفون اللي معايا قدرت ان انا اتعرف على شاب اكبر مني بسنتين. اتلاقيت معاه كل اللي انا كنت بدور عليه. اتلاقيت معاه الحنية، الاهتمام، الاذن اللي بتسمع. ودي اكتر حاجة هي ركزت عليها، ان هو بيعرف يسمعها كويس قوي. بيحسسها ان كل كلمة بتقولها ليها اهميتها وليها آه، يعني ان هي حاجة كبيرة قوي، ان كلامها مش تافه وافكارها مش تافهة. وحسسها بنفسها. سيبكم من حتة ان هو حسسها بأنوثتها، لا هو حسسها بنفسها بكيانها، اللي هو الحلم اللي كانت بتحلمه لقيته في الشخص ده. الاهتمام والحب والتفاهم والحنية وكل حاجة. تقولي بقى هو العالم بتاعي، ما بقتش اقدر استغنى عنه. بعد ما كنا بنتكلم شات بس بقينا بنتكلم على التليفون فترة كبيرة. عدد الساعات زادت قوي في المكالمات. بدأ يطلب منها ان هما يتكلموا كام وهي لابسة حجابها وكل حاجة. بعد فترة طب وفيها ايه لما تكلميني وانتي لابسة لبس البيت؟ مش حجة، اصل احنا خلاص ده انتي حبيبتي وهتبقي ام ولادي. هي البنت متدينة شوية، خايفة ربنا، فبدأت تحس بخوف، لأن كل ما يطلب منها إن هي تفتح الكام، لا أصلا أنا مش هقدر ألبس التحجيبة دلوقتي عشان هم قاعدين هيستغربوا وهيقولوا ليه مش ليه. طب ايه المشكلة افتحي وانتي بشعرك، إيه اللي فيها يعني، ما انا كده كده هتقدم لك وكده كده هتجوزك. بدأت ترفض، بدأ يتغير عليها، بدأ يبعد.